وصلت يا حلوين. اكتر حاجة بستناها في شم النسيم المنجقونة وصلت. المنجقونة ايه؟ مش المنجقونة العادية، المنجقونة البيتي اللي معمولة على الطريقة الإيطالية صح. ريحة البرتقال فيها تجنن. مستنية اللحظة دي من أول ما دخلنا في شهر 4 وقالوا إن شم النسيم في شهر 4. أخيرا جت بجد. طنط حبيبتي ربنا ما يقطع لها عادة، ودايما كده مدلعاني وبتعملها لي بإيديها الحلوة دي، وربنا ما يحرمنيش منها أبدا أبدا. الله يا جماعة بقى نعمل التيست اللايف. بصوا يا جماعة، بصوا الطراوة، بصوا الفلافي، وطبعا بيتحط عليها سكر وهي حاطه عليها سبرينكلز من اخر دلع. نعمل طراوه كمان. يلا بقى نقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تحفه قوي. ريحه البرتقال فيها خطيره، وش قوي قوي قوي. ما فيهاش زفاره بيض خالص طبعا، وسكرها مظبوط. احلى حاجه في طنط مش بتزود سكر خالص، والبرتقال فيها خطير خطير. كل سنه اجمد من اللي قبلها بجد. تسلم ايدك. مش قادره اوقف صراحه. انا السنه دي ما اشتريتش منجقونه، هي بتاعه طنط الجامده اللي انتوا شايفينها دي، خطيره دي، الفلافي دي. بصوا فيهاش حكايه. اجمد واحده تعمل منجقونه بورسعيد كلها. طنط لو كانت عملت مشروع كان زمانها يعني قلب الدنيا. خطيره. نفسي اعمل معاكم كوبايه شاي دلوقتي بس نازله. دي المنجقونه بتاعتي السنه دي. مش هجرب حد تاني، او ممكن اجرب طبعا فرن عرفه اللي قلب الدنيا. ممكن ميبي 50-50، لان بصراحه بتاعه طنط تكفي. مفيش حلاوه اكتر من كده هلاقيها بصراحه، ما اكذبش مش هلاقي. استناكم بقى تقولوا لي انتوا جبتوا المنجقونه منين السنه دي. انا جبتها من عند طنط، انتوا جبتوها من عند مين؟ قولوا لي في الكومنتس.